الكهرباء زي الميه من اساسيات الحياه طبعا، عشان كده في سنه 1895 رودولف ديزل عمل نقله للعالم كله لما اخترع اول مولد طاقه بيشتغل بالديزل، ومن ساعتها والعالم ما بيستغناش عن الكهرباء لمده نص ساعه. مصنع CPT اول مصنع مصري بيحصل على ترخيص صناعه المولدات، والنهارده بيصدر منتجات بجوده عالميه وصناعه مصريه لبلاد كتيره من ضمنها لبنان، اللي لحد من سنتين بالظبط كانوا هم اللي بيصدروا لنا المولدات دي. وفي كاس العالم 2022 قطر في اماكن كتيره اعتمدت على المولدات بتاعتها. CPT تأسس من أقل من سنة، وفي المدة دي قدر إن هو يغير موازين السوق المصرية. احنا CPT كان احنا مجموعة من مهندسين وفنيين، كنا شغالين في كبرى الشركات العالمية اللي بتصنع البرودكت ده بره مصر لعشرات السنين. حلو. كانت حاجة بتضايقني جدا وبتضايق زمايلي ان احنا بنلاقي مهندسين مصريين واستشاريين وممثلين جهات مالكة جايين يستلموا البرودكت اللي احنا صنعناه في المصانع الأوروبية. حلو. فكان الموضوع كله تشالنج بالنسبه لنا. احنا اللي اشتغلنا على الR&D والبحث والتطوير كمهندسين مصريين، الفني المصري هو اللي شغال في البرودكت كانجينيرنج وكتجميع. المهندسين المصريين في كل دوله انا اشتغلت فيها كان في مهندسين مصريين وفنيين شاطرين جدا. مهندسين مصريين قرروا يوظفوا خبرتهم في تصاميم وتكنولوجيا مصريه، وعملوا مصنع كل العاملين فيه ملاك وعندهم حصص في المصنع. بيبدأ التصميم يتحضر من أهم حتة وهي لوحة التحكم. بعد ما بتحدد مقاسات المولد بيتقطع الصاج في مكنة السلاح دي، والمكنة اللي شبهها دي بتتني زوايا الصاج عشان يبقى جاهز على اللحام، وبتيجي كل الأجزاء على خط التجميع وبتتلحم مع بعض. وعشان الشكل الجمالي بيتصنفر الجسم الخارجي وبيدهن بألوان الشركة اللي هي ألوان علم مصر. المبادرة بتشجع وتساعد مصانع كتير إنها تنتج وتصدر علشان نبدأ ثورة صناعية حقيقية في مصر، من هنا من مصر للعالم كله في الكونتينر. كل المراكب بتخرج من هنا متحملة بالمنتج المصري. لو الخواجة مش واثق 200% من جودته وسلامته عمره ما كان هيستورده من عندنا. في آخر 5 سنين بس كل يوم بيخرج من مصر آلاف الكونتينرات المتحملة ببضاعة من صنع إيدينا بتسافر لكل بلاد العالم. نسيبنا بقى من عقدة الخواجة وخلينا في المصري.